تفتكر ممكن مهندس عبقري يبيع روحه للشيطان عشان يبني مجرد مبنى؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. القصة بتبدأ مع إمحاطب، مش مجرد مهندس، ده كان ساحر العمارة في مصر القديمة. إمحاطب بتاع هرم زوسر المدرج ده كان سابق عصره بقرون. بالظبط، الملك زوسر طلب منه يبني مقبرة عمر ما التاريخ شاف زيها، لكن الوقت كان عدو والمواد كانت بدائية، مستحيل يخلصها في العمر ده. وهنا بقى دخلت القوة اللي مش طبيعية. أنا حاسس بكده. في ليلة مقمرة وهو على وشك اليأس عمل طقوس استدعى بيها ملك الجن. ملك الجن نفسه؟ دي مخاطرة تدفع تمنها عمرك كله. ملك الجن وافق يساعده ويبني الهرم في وقت قياسي، لكن كان ليه شرط. الشرط كان تضحية كبيرة، أغلى حاجة يملكها إمحاطب. أكيد طلب روحه أو روح حد بيحبه، دي نهاية كل الصفقات اللي زي دي. إمحاطب وافق من غير ما يعرف إيه هي التضحية، كان مهووس بفكرة المجد. الهرم بدأ يرتفع للسماء بشكل معجزة، أحجار بتترص لوحدها كأنها هوا. والناس كانت شايفة إيه؟ أكيد لاحظوا إن في حاجة مش مظبوطة. كانوا بيقولوا إن الآلهة بتباركه، محدش كان يتخيل الحقيقة المظلمة. يوم ما الهرم اكتمل ظهر ملك الجن تاني عشان ياخد تمنه. ودلوقتي وقت الدفع، يا ترى طلب منه إيه؟ ما طلبش روحه، طلب منه حاجة أغلى بكتير. طلب منه اسمه، يمحيه من كل كتب التاريخ والبرديات كأنه ما جاش الدنيا. إيه ده؟ يعني كل مجده وشغله يروح لوجهة تانية؟ يتنسي تماماً؟ بالظبط، كل العبقرية دي هتتنسب للجن أو للآلهة، وهو هيتحول لأسطورة ملعونة. إمحاطب اكتشف إن الخلود الحقيقي مش في الحجارة، لكن في الذكرى. ودي كانت لعنته الأبدية، إنه بنى أعظم صرح في زمانه ومحدش هيعرف إنه هو اللي بناه. فضل محبوس في ظل هرمه العظيم، شايف الناس بتمجده وهو مجرد خيال. وهنا خلصت حكايتنا، أشوفكوا تاني إن شاء الله.